السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين بعيد الأضحى المبارك. انا ولادي ما بتاكلش الفتة، او انا كنت عاملاها قبل العيد بيومين. كل سنة وانتم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فانا كنت جايبة كرنباية. المهم قالوا لي مش هناكل ماما فتة، فرحت مطلعه الكرنباية. طبعا اول يوم العيد انتوا عارفين الزيارات ما شاء الله، يعني ولادي وببص لقيت ابني وولاده وبنتي وولادها. يجعلوا عيد سعيد عليهم كلهم يا رب، وعلى الأمة الإسلامية. فأنا رحت قايمة، كنت سالقة الكنوبة، جم لقوني مخلصة كل حاجة طبعا. رحت نازلة بشوية زيت كده حلوين. كنت محضرة كان بصلاية كده لأن المحشي بيحب البصل جدا. المهم نزلت بالبصل بتاعي. أنا ما بحمرش البصل، بسيبه يا دوبك يدبل. وفي ناس بتعمله ني في ني، وفي ناس بتحمر البصل. أنا لأ، انا يا دوبك بسيبها تدبل بس يا دوبك كده عشان ما تقرمش في الصباع المحشي. ونزلت بالطماطم بتاعتي. طبعا انتوا عارفين المحشي بقى بيحب الطماطم بقى وانا عندي عيالي واحنا بنحب المحشي جدا. فانا قلت اما اعمل لهم محشي. وطبعا كنت اغسل اللحمه بقى ونقعاها، وقلت اعمل لهم شويه شوربه بالمحشي وكده. الخضره انا كنت عاملاها عندي، مخزناها في قلب التلاجة. طبعا التوابل انتوا عارفين، انا حاطه نعناع وملح وفلفل وكمون وبهارات محشي. يعني البهارات الحاجه اللي انتوا بتحبوها، التوابل اللي انتوا بتحبوها حطوها. والمحشي اصلا بيبقى التوابل بتاعته. شوفوا هنا بقى بعد ما خلصت المحشي يا حبايبي، ايه رايكم؟ وعملت انا بقى كميه محشي بقى. طبعا عامله حلتين مش حله واحده. هنا بقى سلقه اللحمه اهي، سلقتها وخليتها زي الزبده، فاتقضت الحمد لله.